السلام عليكم ورحمة الله. بما اننا النهاردة في الويك اند بتاعنا والاجازة، تعالوا نعمل مع بعض ان شاء الله حاجة حلوة كده تدفي وجميلة. هنعمل مع بعض العاشورة او البليلة باللبن. تعالوا نشوف مع بعض ازاي تعمليها، شغل كافيهات وحلوة جدا. هنتعلمها مع بعض واحدة واحدة بكل التركات والحركات. في الأول هنقول مع بعض ايه هو نوع القمح اللي تستخدميه ويدي معاكي نتيجة حلوة جدا، ويخلي البليلة بتاعتك تكون طرية وما تاخدش معاكي وقت على النار. أنا هنا بستخدم نوع قمح اسمه الضحى. الضحى من المنتجات الجميلة جدا، سواء في الدقيق أو في أي حاجة، بصراحة منتجاته كلها أو توابل. هنبدأ نستخدمه كده مع بعض. قمح مقشور، بيكون القمح بتاعه نوعه نضيف جدا وما بياخدش وقت في التسوية. تمام. كل اللي انت هتعمليه ان انت هتاخدي القمح ده. انا عملت كيس كامل حوالي 500 جرام. بتاخديه بتغسليه تحت المية غسلة كويسة، وبعد كده بتجيبي حلة على النار وهنبدأ مع بعض كده في تسويته. زي ما انتم شايفين كده اتغسل معايا غسلة حلوة، وبعد كده هبدأ أضيف عليه المية. المية هتبقى مغطياه، يعني مثلا اديته حوالي من 10 كوبايات مية أو أكتر. تمام. زي ما انت شايفة كده أنا غطيت البليلة بحيث إن القمح ما ينشفش منك ويسود منك. تمام. فالمية تبقى مغطياه بزيادة. بعد كده كان عندي كنافة في الفريزر، خرجتها من الفريزر. بمجرد ما بتخرج معاكي بتحاولي ايه يعني تفركيها ما بين ايديكي. لو مش قادرة والجو برد، مفيش مشكلة ان انتي تعمليها في الكبة. بعد كده جبت معلقة سمنة أو معلقتين من السمنة على حسب ما بتحبي، وتيجي على عين البوتاجاز تهدي النار وتبدأي تقلبي في الكنافة. ممكن النار في الأول تبقى عالية، بس بمجرد ما السمنة بتدخل مع الكنافة وتتدخل مع بعضها هدي النار خالص علشان ما تتحرقش منك وتغير طعمها يغير. بالراحة جدا زي ما انت شايفة كده هتبدأ تحمر معاكي. هي بتاخد وقت فعلا، بس كل ما تهدي النار عليها هتاخدي نتيجة كويسة. هنا بعد مرور حوالي تلت ساعة ل25 دقيقة كان خلاص البليلة بتاعتي كانت خلاص استوت وفتحت معايا بالشكل ده. والمية كمان كانت نقصت، يعني المية اللي انا حطيتها لها كانت مظبوطة. تمام. بعد كده هبدأ انزل باللبن. اللبن زي ما انتم شايفين لبن بلدي، فبالقشطة بتاعته فبيدي معايا طعم حلو جدا، وبيخلي البليلة معاكي كريمية وحلوة جدا. بمجرد ما بيغلي اللبن مع البليلة وبيغلوا مع بعض، ببدأ هنا ايه، هنضيف لهم السكر. تمام. السكر عندي هنا بنزل عليهم بنص كوباية من السكر. تمام. هتقلبيهم مع بعض كده وتدوبي السكر مع اللبن والبليلة، وفي نفس الوقت هتكوني مخلية نص كوباية لبن. ضفت قد ايه على حسب ما تضيفي. انا ضفت كيلو من اللبن، بس بقيت منه حوالي نص كوباية. ضفت لها حوالي معلقة ونص من النشا علشان تخلي معاكي القوام مظبوط وايه وتمام. قوام البليلة بيكون ايه، كريمي كده وحلو. فهتبدأ كده ادوب النشا مع اللبن واضيفهم على البليلة واقلبهم مع بعض واسيبهم على النار. بمجرد ما بتتقل بخليها بالقوام اللي انت شايفاه كده، بيكون فيها حبة مية او حبة صوص كتير غير الرز بلبن، علشان طبعا احنا هنضيف لها كنافة. فبمجرد ما بتشرب الكنافة بتتقل معاكي. تمام. هنا طبعا انا ضفت البليلة زي ما انتم شايفين، وبعد كده هبدأ اضيف لها طبقات من الكنافة المتحمصة. تمام. فطبعا الكنافة هتشرب اللي هو الصوص اللي من تحت، فانا هاجي من فوق بقى اضيف لها حبة زبيب. ولو انت حابة قبل ما تضيفي الزبيب تضيفي حبة اللي هي البليلة، هيكون افضل وهتديكي طراوة كده وطعم جميل جدا. وتضيفي لها بقى شوية مكسرات، عين جمل، لوز، فستق اللي عندك، فول سوداني شغال. تمام. وبعدها تبداي تديها روزتات من الكريمة. حابة تستكفي بخطوة ان انت البليلة واللبن والنشا وخلاص على كده وتغرفيها في اطباق زي الفل وشغاله حلوه جدا. عاوزه تزودي الحاجات اللي انا زودتها مفيش اي مشكله. وفي النهايه يا ست الكل، اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير. جزاكم الله كل خير، مع السلامه.